الكتله اللي تحت جدك ما جاتش تعذبك، جات بس تفيقك. ربي ما يبتليش عبده ويخليه بلا باب علاج، ما دام عطاك سبب لازم تتحرك قبل ما يكبر البلاء. الكيس هذا يمكن ما يمنعكش بحياتك بصح يقلقك في الوضوء في اللبسه في راحه بالك، وهذا احساس يعرفوه غير اللي عاشوا نفس الابتلاء. كما كنت تشوفوا هذا فيديو راه متاح للصفه تاعنا، راه دا فيديو قديم من الفيديو تاعنا ودير صوت مركب بالذكاء الصناعي يروج المنتج محسوب يحارب البثور تحت الجلد. حنا من هذا المنبر رانا نبرئوا في الذمه تاعنا وما عندنا حتى علاقه لا بهذا السيد ولا بهذا المنتج، يعني باه نروج المنتج ما نعرفوش المصدر تاعو، هذه ما عندناش هنا في اوريغانو. هذه حاجه الاولى. الزوجه انك للسيد هذا حاب تدي معلومه من عندنا فيديو كمعلومه تقدم وتروج المنتجات، ربي يسهل عليك. اما انك تروج لمنتج ممكن تضر به الغاشي اكثر من اللي تنفع به، هنا ما راح نتسامحوا معك وراح نتخذوا الاجراءات القانونيه معك. هذه الحاجه الاولى. يعني احنا ما غاديش نقبلوا بهذا الامر، يعني تروج بصفه تاعنا ولا تدي فيديوهاتنا وتبدل الصوت غير باش تروج المنتج. احنا ما نعرفوش المصدر تاعو، ما عندنا حتى علاقه به. هذه الحاجه اللي ركزوا عليها، ما عندنا حتى علاقه بهذا المنتج ولا بهذه الصفحه اللي راهي تروج لهذه المنتجات. لهذا خاوتي الناس ونشكر الناس اللي بعثت لنا الفيديو، الناس اللي راهي دير حابه دير طلبيات لازم تتاكدوا بزاف من الصفحات اللي راكم تشرو منها، يعني ماشي اي صفحه مموله راهي تابعه للناس اللي راكم واثقين فيهم، اللي راكم تشرو عندهم منتجات تاعكم. لهذا ننبه ونعاود حذاري ثم حذاري من هذه الصفحات المزيفه الوهميه اللي تبيع الوهم قبل ما تبيع الصحه للناس. ربي يحفظكم ان شاء الله.